أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج مواطن مصري في مصر والوطن العربي، تحية طيبة واعتزاز ليكم. معنا في أول فقراتنا النهاردة نموذج مشرف للشباب المصري الطموح. مجموعة من الشباب خريجي كلية الهندسة بجامعة بنها قاموا بتصنيع جهاز طبي على أعلى مستوى دفعة 2014. كان هذا الجهاز هيوفر للبلد أكثر من 16 مليار جنيه. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. في برنامج مواطن مصري كل حلقه بنقدم لكم. النهارده احنا في جمعيه الروضه الخيريه مركز منيا القمح، ومعانا الاستاذ وائل مراد امين الصندوق للخدمه الاجتماعيه، والمهندس عصام عوض مدير الشركه الالمانيه للاجهزه الطبيه. هنتعرف على مشروع من خلال لقائنا. نتعرف بحضرتك. عصام محمد عوض، صاحب الشركه الالمانيه للتجهيزات الطبيه وصاحب الفكره ان شاء الله. ايه مشروع حضرتك اللي ناوي تقدمه لنا النهارده؟ هي عباره عن فكره جات لي ان شاء الله من سنتين في صناعه الاجهزه الطبيه ومتخصص في العلاج الطبيعي. الفكره دي هتوفر على البلد مليارات، وان شاء الله هنذكرها بالارقام كلها باستفاضه يعني. وفي مهندسه ان شاء الله، يعني حتى لو احنا هنقول في مين صاحب الفكره او فين صاحب الانشاء او مين اللي منفذ ليها، هقدر اقول ان انا صاحب الفكره، ومعايا تيم ورك ناس الحمد لله اجتهدت وطلعت المشروع ده للعالم، بس لسه ما خدناش في المسار اللي احنا نبدا نصنع الجهاز يعني. تمام حضرتك، عايزين نتعرف على تفاصيل المشروع اكتر. هو احنا ممكن نشرح الفكره باستفاضه. اول حاجه نقدر نقول الفكره دي جت من سنتين، عباره عن تصنيع جهاز طبي. بعد كده الفكره اتطورت وبقت عباره عن مجموعه من الاجهزه. نقدر نقول التخصص بتاعي انا في الشركه بتاعتي علاج طبيعي. بعد كده هنبدا نطور الفكره دي لصناعات كتير في المجال الطبي. اولا مصر ما فيهاش اي تصنيع في تصنيع الاجهزه الطبيه بمشتملاتها. تقريبا بنستورد كل 6 شهور ب 12 مليار، نقدر نجملهم في السنه ب 24 مليار جنيه في جميع الاجهزه الطبيه اللي موجوده في مصر يعني. ودي دراسه معموله، مش كلام جزافي، هي دراسات معموله في كتب. نقدر ان شاء الله نوريكم صور منها يعني. اول حاجه نقدر نقولها ايه الخطوات اللي انا خدتها في المشروع دي وايه المشاكل اللي قابلتني. مشاكل كتير. اولا الفكره سهله جدا، سهل تنفيذها، بس للاسف ليه المعوقات موجوده انا مش عارف. بس ان شاء الله نبدا من اول الحلقه دي اللي احنا نبدا نطور وننفذ المشكله بتاعتنا دي، نحاول نحلها ونبدا نعملها. ابدا بقى اشرح الفكره عملي. ممكن سيادتك لو ورينا كده للمشاهدين على الجهاز بتاعنا. ده جهاز طبي مستورد، بيوصل لثمنه 25-26 ألف جنيه. الجهاز ده نقدر نصنعه كله في مصر هنا. وبرده في اللي هو الجهاز اللي هو الصغير ده جهاز علاجي برده متخصص في العلاج الطبيعي، ومن الأجهزة المهمة قوي في مصر. تكلفته يكاد تكون بسيطة، لا تتعدى الجنيهات، وبتتباع هنا بأرقام يعني خيالية. الأجهزة دي إن شاء الله دي اللي احنا عاوزين نصنعها. نقدر بقى نصنف بعد كده الأجهزة بتاعتنا دي. اللي عندنا كذا حاجة في البند اللي أنا عاوز أصنعه، وبعد كده هنبدأ نطور فيه. أول حاجة في أجهزة اللي هي التراسونيك، وفي أجهزة طيارات، وفي أجهزة ليزر. هنبدأ احنا نصنع الأجهزة دي ونبدأ ان شاء الله نوردها للمستشفيات، وبعد كده نصنعها في مصر. الأجهزة دي ان شاء الله كلها عاوزين نصنعها في المصنع الحربي، تبقى مكتوب عليها ميد ان ايجيبت، صناعات حربية. كتير بقى رحنا المصنع الحربي وحاولنا نجيب أجهزة، وعملنا لقاءات معاهم، وعملنا اجتماع محضر اللي احنا ان شاء الله حاولنا نعمل محضر اجتماعي يعني بايه اللي تم في المقابله دي، وايه اللي تم في النسخه دي. كل الناس هناك عاوزين يساعدوا، بس الروتين للاسف هو اللي منعهم من كده.
بدأنا نصنع الحاجة دي وكلفنا فلوس ودفعت فلوس من جيبي بحيث ان الفكرة تستمر. بس للأسف برضو احنا لسه شباب والمجهود المادي لسه ضعيف جدا. قعدنا فترة نمشي في الكلام من ده بحيث ان المصنع الحربي نقدر نصنع الجهاز ده. للأسف ما قدروش لان انا كنت جايب نعمل كوبي من أجهزة مستوردة. فبدأنا بعد كده في مهندسة بسيطة جدا كانت في كلية هندسة بنها، عرضت عليها الفكرة فعملت الفكرة دي، ده مشروع التخرج بتاعها. مش مهندسة إيمان زكي، هي في كلية هندسة بنها، عملت الجهاز ده بتطوراته لسنتين 3 قدام. يعني الواحد لما يحط فكرة بيبدأ يحط السيناريو بتاعها لمدة سنين قدام. هي بس ما شاء الله عقلية فذة، يعني عملت الجهاز بمشتملاته وصنعته فعلا، وكان مشروع التخرج بتاعها. العقبة اللي قابلتنا بعد كده كنا المفروض ناخد الجهاز ده نروح بيه للمصنع الحربي، نبدأ نصنع كوبي من الجهاز، يبدأ يخش يروح مديرية الصحة، يتعمل له معايرة، ودكاترة يشرفوا على الجهاز في خلال 1-2 يعملوا له التجارب بتاعته. في خلال الفترة دي بيدوني الموافقة اللي الجهاز ده يصلح أو لا يصلح. خدنا الموافقة عليه، بيرجع تاني المصنع الحربي، بيخش حاجة اسمها معمل معايرة أجهزة طبية. اتفضل. معمل معايرة أجهزة طبية دي منشأة موجودة. حاول تجيب التفاصيل بتاعة الورق. دي منشأة موجودة بداخل المصنع الحربي. المنشأة دي واخدة بعض الشهادات من أمريكا، يعني الجهاز بيخش فيها بكتالوجه طبعا، يبدأ هو يعمل له معايرة، هل الجهاز ده بيطلع الخارج المظبوط ولا لا، هل الجهاز ده مطابق ولا لا، هل في أي أضرار جانبية ولا لا. بيديني الموافقة على الجهاز بالشهادات. تمام. هبدأ بعد ما اخد الموافقة من المعمل، اعرضه على وزارة الصحة. طبعا زي احنا عارفين الروتين بتاع مصر، يعني تقريبا اللي اتقال لي هيقعد تقريبا سنة. فاحنا طبعا ده كده انا بعتبره هدر للمال العام، لان الخطوات اللي انا حكيتها دي كلها ممكن نختصرها في شهر او شهرين او بعض الشهور، لان الفكرة بسيطة وليها نقدر نقول ابعاد. اول بعد البعد المالي، احنا عندنا 16 مليار جنيه سنويا هيتوفروا باستيراد من بره، ده كله هنقدر نصنعه في المصنع الحربي ويبقى منتج مصري 100%. هنبدا بشريحه صغيره وبعد كده ان شاء الله نخش في الميديكال كله، اللي هو الاجهزه الطبيه كلها بمشتملاتها تبقى صناعات موجوده هنا في مصر. ده البعد المادي. اللي برضو الشريحه الماديه اللي عاوز اذكرها، ان كنت انا عملت الدراسه بتاعتي في حاجه اسمها الدليل. ده كده دي مؤسسة اسمها الدليل الطبي، دي بتعمل زي نظام دعاية واعلان للشركات والمناقصات اللي موجودة في مصر كلها، بتشرح لي المنحنى الطبي في مصر ماشي ازاي وبمناقصاته بالعدد بالكلام ده كله، شرح مفصل. كم عدد المناقصات، تمن المناقصات اللي تمت، تمن كل بند في المناقصات اللي الحكومة اشترتها، بتجمل لي عدد المناقصات دي قد ايه. فده يعني جميع الارقام اللي انا بقولها مثبته في الدليل الطبي ده. نبدا نشرح بقى تاني المنظور المادي اللي احنا منتظرينه. احنا عندنا تقريبا 16 مليار جنيه كل سنه مناقصات لحكومه، تقريبا ضعف الرقم ده بيبقى خارجيا. يعني كم الدكاتره اللي فاتحين عيادات بره هيبداوا يشتروا الجهاز ده بضعف الرقم اللي انا قلته ان شاء الله. يعني ده الشق المادي. يعني هنخش تاني على تاني شق، الشق المعنوي. اللي اي مصري هيمشي في الشارع او يروح يتعالج يلاقي الجهاز بتاعه مكتوب عليه ميد ان ايجيبت، دي حاجه محترمه جدا وحاجه تسعدنا جدا. احنا للاسف لو لقينا اي حاجه مصنوعه في مصر هنا بنكمل السعاده اللي موجوده. للاسف كل اي منتج بقينا نمسكه دلوقتي نلاقي مكتوب عليه اي صناعات خارجيه. ده ان شاء الله نبدا احنا في المنتج ده وننفذه. في حاجه تاني، الشق عندنا في المجال الطبي تقريبا ما يقرب من تقريبا من 300 جهاز. كل 300 جهاز دول هيحتاجوا كم ألف شاب عشان نصنع الأجهزة دي بكم المليارات ده. يعني تقريبا التعداد اللي أنا حاطه تقريبا هيحتاج 20,000 عامل هنشتغلهم. هنبدأ إن شاء الله بس ب200 عامل، وبعد كده هنبدأ نطور في الأجهزة اللي احنا هنصنعها. كل جهاز لازم مهندسين
يبقوا في طقم مهندسين قاعد بيطور في الجهاز ده يوميا. مش يعني مش هنجيب حد، مش هنصنع جهاز وهنقف لغايه كده، لا لازم نطور فيه عشان نواكب العالم اللي احنا فيه يعني. تاني حاجه عندنا الشق دراسه الجدوى اللي معموله ان شاء الله، دراسه جدوى كامله على كيفيه صناعه الجهاز باقل التكاليف. تاني حاجه كيفيه تسويق الجهاز في اقل عدد سنين، وازاي دراسه الجدوى اللي معموله على صيانه الاجهزه دي. عاوز ادي لمحه بسيطه عن كيفيه دراسه تسويقيه للمنتج. ان شاء الله في خلال سنه هنكون وزعنا لمصر كلها وعملنا كم تسويق رائع جوه مصر. بعد كده هنبتدي نتوجه لدول افريقيا ودول ان شاء الله الدول العربيه. طبعا احنا عارفين ان مصر هو سوق متحرك للدول الافريقيه كلها، يعني اي حد في افريقيا عاوز يشتري اي جهاز من اي نوع، مش لازم بس الاجهزه الطبيه، هو ان شاء الله بيتوجه لمصر. فده عندنا نقطه لازم نتميز بيها. هبدا اشرح نقطه تانية اللي عاوز اقولها. يعني انا ما فيش حد اثر معايا في الحاجه دي، هو الروتين هو اللي اثر معانا. انا لما رحت المصنع الحربي كم المهندسين وكم الناس اللي وقفوا معايا كبير جدا، بس للاسف الروتين هو اللي كان بيمنعهم اللي احنا نبدا ننفذ الجهاز ده. هرجع اقول للمهندسه ايمان اللي عملت الفكره اللي انا كنت عاوزها وعملتها بتكنولوجيا عاليه قوي، وانا بجد بحييها على اللي عملته. للاسف هي سلمت الجهاز ده لكليه هندسه. كليه الهندسه ممنوع اللي هي مشروع تخرج بيطلع، فحاولت اقدم طلب للعميد ومشكورا استجاب الطلب اللي انا عاوزه، اللي انا اخد الجهاز اتبناه، اللي انا اوديه المصنع الحربي بعد كده وابدا ان شاء الله في تصنيعه. حول المكاتبه اللي انا عملتها دي، المكاتبه اللي انا عملتها لعميد كليه هندسه، اللي انا يعني عاوز الجهاز ده بحيث ان انا ابدا تصنيعه وتبني الفكره. هي الفكره اصلا كانت مطروحه من زمان انا والمهندسه، بس هم جم وقفوها في القسم، يعني روتين متابعه عندهم. فانا برضو بناشد. ماشي اتفضل. حضرتك قلت ان الجهاز تجميع جهاز، ان الفكره تجميع عده اجهزه مع بعض. طب عايزين نوضح للمشاهدين يعني الجهاز دوت فايدته ايه، او ايه الغرض منه، يعني ايه اللي بنستفاد منه؟ هو سيادتك سألتي دلوقتي سؤالين. اول شق الجهاز ده، هو المهندسة لما جت عملت، انا كان الجهاز اللي احنا بنعمله ده لعلاج حالات العلاج الطبيعي، تمام، متخصصين في البوينت ده. الاجهزه دي بتندرج تحت ثلاث بنود: اجهزه التراسونيك، اجهزه طيارات، وفي اجهزه ليزر علاجي. المهندسه لما جت خدت الفكره، كنت انا كل بدايتي كنت عاوز ابتدي بجهاز واحد بس ما بينهم. هي عامل جهاز مالتي كامل اللي احنا نقدر ناخد منه الاجزاء اللي احنا عاوزينها ونبدا نطور فيه، تمام. ده بالنسبه للجهاز المجمع، تمام. معلش ايه السؤال التاني بقى؟ عايزين نعرف المشاهدين ايه الفايده من الجهاز وايه مدى الاستفاده منه. تمام. هو فكره الجهاز ده هو جهاز علاجي. هو العلاج الطبيعي في مصر هو اي عمليه بتتعمل لاي مريض لازم بعدها نعمل علاج طبيعي. يعني في كسر المريض حصل، في تمزقات حصلت، لازم بعدها اروح لدكتور العلاج الطبيعي بحيث اللي يعمل لي البرنامج التأهيلي اللي يأهلني، اللي يرجعني لكفاءة العضلة أو كفاءة العظمة اللي توصل معايا لصورة 100%. ده العلاج الطبيعي بأقل شرح. يعني في منه ألم الظهر اللي أي حد عنده حاجة في الظهر الدكتور العلاج الطبيعي بيعملها. في ناس بيبقوا محتاجين دكتور العلاج الطبيعي في حالات السمنة المفرطة، في ناس مريضة بالسمنة هو بيرجع لدكتور العلاج الطبيعي بيحلها. احنا هنبدا بفكره عامه، احنا هنبدا بتصنيع الاجهزه دي اللي انا فاهم فيها ومجتهد فيها جدا، وبعد كده هنبدا نطورها في الميديكال عام، اللي احنا اللي نعمل اوضه العنايه المركزه كامله، صناعه بقى السراير فيها باجهزه المونيتور بالكلام ده. هنبدا نعمل اوض العمليات، هنبدا نعمل اوض العاديه بتاعه المرضى. ده كله صناعات احنا بنستوردها، احنا ان شاء الله نصنعها هنا في مصر، وعندنا العقول اللي تعمل. ومثال على كده المهندسه اللي صنعت الجهاز بتاعنا، اللي كانت متبنيه المشروع ان هي تعمله مشروع التخرج تبعها. تمام حضرتك. هو
وبالفعل مشروع التخرج تم، وان شاء الله هنعرض عليكم صور الصور في ساعه التخرج بتاعتها بصوره الجهاز. كل اللي مطالب اللي انا عاوز الجهاز واطلع بيه على المصنع الحربي، نبدا نصنع الجهاز هناك ونعمل له نسخ، يخش لجان طبيه يدونا الموافقات عليه، بعد كده يخش معمل معالجه اجهزه طبيه، بحيث ان احنا عاوزين نوصل لمرحله تصدير الجهاز، مش اللي احنا نقف هنا ان شاء الله يعني. طب حضرتك بتناشد مين المسؤولين؟ اولا بناشد اللي هو هشام مدير المصنع الحربي، بناشد عميد كليه هندسه، بناشد كل شاب ان شاء الله يقف جنبنا، لان فعلا حاجه هتبقى حاجه كويسه قوي لمصر. خلي بالكوا اللي هيظهر في الصوره دلوقتي انا مثلا والباشمهندسه ايمان، انما في تيم ورك حوالينا كبير جدا. في واحد اسمه كابتن محمد هيعمل لنا تطوير في اجهزه التاهيل الحركي، في عندنا الكابتن محمود، عندنا الكابتن محمد، في ناس كتير جدا هيساعدونا بعد كده في تطوير بعض الاجهزه، بس ممكن يكون بدايتهم معانا مش دلوقتي. وفي كم ناس ان شاء الله منهم مهندسين في المصنع الحربي هم على درايه بالمشروع ده، ولو اتحط لهم الامكانيات وحط لهم الاوامر يلا نصنع الجهاز ده، ويلا في توجه في مصر اللي احنا نصنع المصنعات الطبيه. اللي عاوز اضيفه حاجه للمشاهدين، تركيا بادئه من 3 سنين في صناعه الاجهزه الطبيه. تركيا دلوقتي بتصدر لنا الاجهزه بتاعتنا اللي احنا كنا عاوزينها، وعاملاها باقل تكنولوجيا. احنا عندنا المهندسه دي اللي هي لسه في سن التخرج، اللي لسه عقليتها ما نضجتش بصوره 100%، عملت لنا جهاز بقى حاجه اعلى منه بمراحل. للاسف يا جماعه الاجهزه دي، اي جهاز من الاجهزه اللي احنا عاوزين نعملها تكلفتها لا تتعدى الجنيهات. هم يا جماعه الناس دي بيبيعوا لنا تكنولوجيا، يعني 16 مليار دول انا للاسف هو مليار واحد مثلا اللي هم انفقوا عليهم، انما ال 15 مليار تقريبا بيبقوا دول هامش الربح بتاعهم. ان شاء الله نعمل حاجه دي في مصر، وان شاء الله كلنا هنساعد بعض، وان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك تحب تضيف اي حاجه تانية يا استاذ وائل؟ استاذ عصام. انا اولا شاكر لجمعيه الروضه، هي فعلا ناس محترمه، ومن زمان وهم عاوزين يقدموا المساهمه في اي وقت، بس يعني بعض المشاكل عندهم وبعض الظروف، وان شاء الله هم بداوا يتوجهوا لينا، وان شاء الله يساعدونا اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك يا استاذ عصام. معانا الاستاذ وائل مراد، حضرتك تحب تضيف حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحب بحضراتكم في الجمعيه، ومرحب بالباشمهندس عصام والاستاذه سمر. تاني حاجه، اول حاجه اقولها يعني مجلس اداره الجمعيه الروضه الخيريه بمنيا القمح بيتقدم بخالص العزاء لشهدائنا من ابناء القوات المسلحه اللي راحوا ضحيه الغدر والخيانه. بنتقدم لهم بخالص عزائنا. نتقدم مجلس إدارة الجمعية بخالص العزاء لمصر كلها. مجلس إدارة الجمعية بيتقدم بخالص العزاء لرئيسنا السيد الأستاذ عبد الفتاح السيسي قائد مصر، أعانه الله على ما يقوم به وعلى المسيرة الذي يتبناها لتقدم مصر. اللي نقدر نقوله يا أستاذ سمر، رسالة عايز أوجهها من هنا من جمعية الروضة. الناس اللي بتنادي دلوقتي ب 11 بدل ما تنادي ب 11 يا شاب يا شابة، كل الشباب اللي موجودين يا ريت يبصوا للحلقة دي كويس، يبصوا للباشمهندس عصام ويوفرهم او يركزوا انهم يقدروا يعملوا حاجة تساعد البلد، مش لخراب البلد. مش انهم يقولوا انزل 11 علشان ونقف ونعمل مظاهرات وكلام، يعني مش عارف، عايزين نطلع لقدام. كفايه بقى كده. بصوا من الباشمهندس عصام والنموذج اللي قدامنا، شاب مجتهد عايز يخدم بلده صح، مش كلام وشعارات. دي اللي احنا بنقوله، دي اللي جمعيه الروضه الخيريه بتتبناه. احنا بنتبنى اي شاب او اي شابه عايزه تقدم حاجه للبلد، احنا وراها. وباذن الله الجهاز اللي الاستاذ عصام او الباشمهندس عصام قام بيه، ان شاء الله انا بنادي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدرنا او قدر معاليك وسيادتك ان احنا كل مشكله دلوقتي بالنادي وبالناشد وبنقول الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما عودتنا حضرتك مش هتبخل علينا. شاب نموذج، فعلا نموذج يحتذى به الباشمهندس عصام، انه يقدر يفكر في حاجه زي دي، ان بدل ما نوفر، بدل ما نستورد من بره
ونوفر عمله صعبه لينا، جهاز زي ده يتعمل بتجميع ايد مصريه وبشاب وبمهندسه شابه، يعني بيتهيألي لازم كلنا نتكاتف وراه. دي يعتبر مشروع قومي يا جماعه. وبناشد تاني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتبنى هذا المشروع زي ما سيادته بيتبنى المشاريع اللي هتعود على الوطن بمكاسب كبيره قوي. لكن للاسف الشعب مستعجل، بس احنا برضك بنقول باذن الله مصر مش هتركع بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومره تانية بنقول خالص تعازينا لشهدائنا من بواسل رجال القوات المسلحه، وخالص تعازينا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكر حضرتك يا استاذ وائل. كان معكم سمر حمدي. ورجعنا لكم من الفاصل وشفنا التقرير وشفنا الشباب الطموح خريج كلية الهندسة بجامعة بنها اللي قام بتصنيع الجهاز الطبي الذي يقوم بتوفير 16 مليار جنيها سنويا. الجهاز كان فكرة المهندس عصام محمود اللي صنعه المهندسة إيمان زكي. قام بالإشراف على هذه الفكرة الدكتور ماجد. لازم الدولة تساعد في هذه المشاريع، لازم يكون في مساندة بالفعل لهؤلاء الشباب. الشباب ده طموح، لازم الدولة تقف جنبهم، ما ينفعش نسيبهم كده. إلى الآن لم يتم تصنيع هذا الجهاز غير موجود في جامعة بنها، فلا بد من أن الدولة تقف بجوار هؤلاء الشباب. فريق عمل برنامج مواطن مصري قام بالتواصل مع عميد جامعة بنها للوصول إلى هذا المشروع الكبير الضخم الذي يخدم الدولة بالفعل ولتصنيعه على مستوى الدولة. معنا تاني تقرير النهاردة بخصوص قرية شقرف التابعة لمحافظة الدقهلية للزميلة سماح سعد. هذه القرية تم غرق المنازل من مياه الصرف الصحي، وإلى الآن لم يتم التدخل من المسؤولين. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم مواطن مصري من قرية شقرف مركز بلقاس محافظة الدقهلية. جات لنا شكوى من أهالي القرية بعدم وجود صرف صحي في القرية ودخول مياه الصرف على مياه الشرب. البيوت دي بقالها أسبوع، البيت جاي تحته مية وبنضح من تحت البيت مية بقاله أسبوع، ومش ناقد يشوف المية جاية منين أو ما وصلش المية جاية منين. البيوت كلها هنا عايمة على المية، والمية دي خلطة بالمية الحلوة، وأساسا ما فيش صرف صحي في البلد، مش موجود خالص، مش موجود. وعملنا طلبات قبل كده ولفينا الدنيا وما فيش أي استجابة من أي مسؤول خالص إنه يعملها. وبالنسبة للمية الحلوة كمان خلطة على المية دي. يعني أنا في يوم عند واحد من البلد كان عنده مشكلة، وعنده حوض عامله لمؤاخذة للمواشي، فسحب حل جاموسة وبيسقاها من المية اللي هي بتاعتنا الحلوة. الجاموسة قعدت تشم في المية وما بدأتش المية. ده دليل مية الشرب كمان غير صالحة للشرب، خلطة بالمية دي. يعني الجاموسة اللي مؤاخذة هي اللي شمت المية وما دقتش المية، فما بالك البني ادم يعمل ايه بقى؟ وده ميتنا احنا اللي جايه في الحنفيات لنا احنا البني ادمين. الشكوى بتاعتكم دلوقتي ان البيوت هتقع من كتر ما فيش صرف صحي البيوت اتحطمت خالص من الماء اللي تحت البيوت ومش لاقيين لها حل خالص. دي ميه صرف صح؟ دي الماء اللي تحت دي داخله على ميه الشرب. احيانا لو في تفايص في اي توصيله ولا حاجه بتمشي عليه. ايوه يعني لو في وصله مفتوحه فيها اي عيب ولا حاجه، الميه اللي بتيجي من تحت البيوت دي بتوصل فيه، بتتخلط الميه ببعضها. حضرتك كان هنا المجلس امبارح حل الميه الموجوده ما لقاش في بيت في الشارع كله في ميه تصلح للشرب نهائي. كله يعني المجلس جه حلل الميه هنا؟ لا ايوه بيت تلاقي فيه نقطه ميه تصلح للشرب نهائي، كله ميه كلها ميه لا مؤاخذه ميه صرف. يعني لما الميه بتقطع ما بنلاقيش لا حلوه ولا وحشه، لما بنكلم المسؤولين بيجيبوها ساعه او بتيجي يوم في الاسبوع وتقطع بقيه الاسبوع. يعني انتوا الميه طول الاسبوع عندكم مقطوعه؟ بتقعد باليومين ثلاثه ما بتجيش خالص، مش موجوده، ما بتجيش خالص. يعني هي وحشه وقابلينها ومش لاقيينها.
هي وحشه قابلينها وحشه بس عايزين الميه تبقى موجوده. حضرتك لما الميه بتقطع المواتير بتسحب من الميه بتاع الصرف دي، حضرتك بترفع نشرب منها لان المواسير دي مكسره وقديمه. بتسحب الموتور لما ادوره عشان اشرب ميه نظيفه، بشرب ميه صرف حضرتك من النوره اللي حضرتك شايفاها دي. فبالك انسان بيشرب ميه صرف بيعمل فشل كلوي، بيعمل الامراض اللي حضرتك عارفينها كلها، فاحنا عاوزين طبعا. والله بتوع مجلس الشعب الهام عجين ويسر المغازي ووحيد قرقر، والله وقت الانتخاب يجي يبصوا العيال، يجوا هنا يبصوا الايادي عشان تنتخبوا، وبعد ما ينتخب ما رجعش فيه، ما شفناش وشه، وطلبنا منه وعد الشيخ غازي في قلب بيته، حلف له على المصحف ان هو هيجي يعمل كل حاجه، ما شفنا وشه من يوم. بقاله سنه دلوقتي وراح له الشيخ غازي كم مره ما لبلوش اي طلب. اكيد طبعا هو ده المعتاد. شكاوي وزهونا، يعني زهونا جاري وزهونا شكاوي وزهونا مروح للمحافظ. البيت ده هو جديد، البيت ده هو جديد، هتبص للسميل بتاعه تلاقيه عايم بالميه، يعني لما تلف حواليه البيت ده هو يعني بيت جديد. شوف وصل لغايه فين، يعني اتحطم، يعني ده بيت معمول ومتكلف هذا انت هتشوفه على الطبيعه. ميه تحت البيت ومش فاهم جاي له منين. البلد كلها اكيد عايمه على ميه، لان كل واحد بيعمل تفتيش جنب بيته وسايب بيحطه تحت البيوت كلها، ما قداموش الا كده. ميه الصرف الصحي بتدخل على ميه الشرب. مظبوط حضرتك. اشتكيتم اعضاء مجلس الشعب بيجوا هنا وقت الانتخابات؟ قله الصرف، ما فيش صرف، معدمين عزبة شرف دي معدومة. اكيد يا حاج، ولا محافظ ولا مجلس شعب ولا اي مخلوق بيسأل فيه. ابسط حق من حقوقكم ان ميه الشرب انتم مش لاقيين. اشرب ميه بس حضرتك عاوزين. انتوا بتقولوا لي، انا بستغرب من الكلام. والله ما موجود، الميه الوحشه كمان مش موجود. معلش من ضمن الدولة، يعني احنا مش من ضمن الدولة دي. استاذ احمد انت قلت لي ان انا اشتكيت ومستاكت وعامل اللي عليا. دي شكوى مقدمة لسيد الدكتور إبراهيم ريحان مستشار الوزير والمشرف على جهاز بناء وتنمية القرية. أيوة ده وكيل أول وزارة، السكرتير العام، إدارة اللجان والمؤتمرات. التكلفة بتاعت الصرف اللي هو 500,000 تكلفة صرف القرية. أعتقد إن تكلفة الصرف دي ما تجيش حاجة قدام اللي بيدفعها المنتخب في الحملة الانتخابية بتاعته اللي بيجي يعيط. وده فاكس للسيد المحافظ بخصوص الموضوع ده برضه، موضوع الصرف. وده فاكس للسيد رئيس الجمهورية، وده فاكس للسيد وزير التنمية المحلية، وده فاكس للسيد وزير رئيس مجلس الوزراء، وده فاكس للسيد رئيس مجلس ومدينة بالقاس. يعني قلت لي في شكاوى تانية؟ في شكاوى، دي شكوى بخصوص الطريق. اللي هو مدير الطرق. وكمان في مشكله في الطريق عنده. ما هو طبعا ما فيش صرف ولا بنيه تحتيه، فعشان كده ما بيعملوش الطريق. بالنسبه ده بتاع شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بخصوص في خط تغذيه جاي من يمه وزير ابو غازي في 700 متر سبوست مكسرين، وبيسربوا في الترعه وبيسحبوا من الترعه يجيبوا لنا ميه. لما الدور بيجي، لما الميه بتاع الزرع كمان، الزرع بيستقى من الميه بتاعه الصرف الصحي. لما الميه بتاع البحر بتيجي بتخش مواسير الميه الشرب هنا. كمان قلتوا لي ان علف المواشي كمان غير صالح ان الميه بتنزل في الترعه. قلتوا لي ان علف المواشي كمان غير صالح ان المواشي تاكله كمان. طبعا ما هو صرف. بنودي اعلاف لمحطات البحوث، عينوا الاعلاف اللي بتطلع، المنتج اللي بيطلع هنا من عندنا من الغيط له فيه نسبه سموم من الميه دي، لان هتشوف المنافذ عندنا في البلد بتوصل الوصله دي بتوصل في الميه الحلوه، هتشوفها بنفسها على الطبيعه دلوقتي. في حد من اهالي القريه هنا؟ ايوه يا حاج. انت بالك يسر المغازي جالنا هنا. يسر المغازي ده عضو مجلس الشعب. عضو مجلس الشعب جالنا هنا وقال ان الدوله ان ما عملتلكوش الصرف انا هعمله على حسابي. الكلام ده كان هعمله على نهار الانتخابات، ايام الانتخابات انا هعمله على حسابي. وبعد كده ما حدش شاف حاجه، وبعد كده ما حدش شاف حد خالص. وصلوا صوتنا لرئيس الجمهوريه، مش للمحافظ ولا حد ثاني. الله، انا في حد من مواطنين القريه وراني وصلات الكهرباء اللي بتجيلكم كمان، لان في مشكله كمان في النور.
كده محمود ابو سنه واحد بيتكلم واحد بيتكلم. وصولات الكهرباء احنا ما بنستخدمش اي حاجه وبيجي علينا بال400 وبال500. قالوا لي ان ما فيش حد بيجي ياخد القرايه والله ما في حد بيجي. حرام. بس في محصل بيجي يقرا بيجي ياخد الفلوس بس. وصل النور هنا 149 اجيب لك وصل ب 200 جنيه 138 على شقه 198 154 203. كل ده ما فيش قرايه بتتقرا. دي كمان ميه الصرف موجوده تحت البيت صح؟ دي ميه طالعه من تحت البيت حضرتك. حرف في اي مكان. الميه بعد اذن حضرتك اتفرج دون الميه ده بيت مش بيت حد غريب. انا سافرت بره 8 سنين عشان ابنيه وده اخرتها الميه تعمل فيها كده. اما اقعد بره مصر 8 سنين عشان ابني البيت والميه تيجي توقعوا عليا تاني. انا ام واختي. احنا ميه ما تخافش، البلد كلها عايشه. حضرتك صور وهو بيفتح الباب كده. البلد كلها عايشه على ميه. البيت جوه من جوه اهو. الميه موجوده تحت البيت. ده بيت تاني كمان فيه ميه صرف تحت البيت صح؟ نفس البيت الثاني هو ده. ايوه عشان ما نقولش ان هو حاله واحده بس، هي حالات كذا حاله. بيوت القريه حضرتك كلها تحتها ميه. ايوه دي ميه؟ دي ميه حضرتك طالعه من تحت البيت. ده ميه الصرف طالعه من تحت البيت. دي حاله تانية عشان ما يقولوش ان احنا والله يا باشا غلاب، والله عايشين يا بنتي. الله يكون في عونكم يا حاج بجد. الله يكون في عونكم. عايشين عيشه مر وصابرين بجد والله. بالرغم ان دي بلد قديم. البلد دي قديم يعني اكتر من 120 سنه البلد دي. حضرتك دي ميه صرف صحي بننضحها بالموتور قدام حضرتك على الطريق، لان الميه طالعه من تحت الارض ما احناش عارفين نعمل ايه. البيوت هتقع علينا هي قايله للسقوط. يعني انت بتنطح الميه دي على الطريق صح؟ بتترمى على الطريق. والميه حضرتك هناك اهي، يعني كل حاجه على الطبيعه. الميه هي الموتور داير بيطلع ميه بيرمي على الطريق. ما هو ده مش حل، ما كده تلوث. اما البيت هيقع عليها حضرتك اعمل ايه؟ ملناش مخرج الا كده. ما انا فاهم ملناش مخرج وبكفايه ان احنا عايشين وخلاص. مال يا ابني الصور انا الميه وهي طالعه بتتنضح من تحت البيت ميه الصرف الصحي على الطريق زي ما انتم شايفين معايا. يعني احنا بنحل مشكله بنحط نفسنا في مشكله تانية خالص، تلوث بيئه. اطفال زي دي واقفين وسط الميه متعرضين ان هم لجميع الامراض، وبنقول منين بيجي المرض عندنا. وفي الصيف ما فيش ميه خالص نهائي، ما بجيلناش ميه. بنطلع من العزب اللي نواحينا ناحيه ما بنشوفهاش طول الصيف طول الصيف. كمان في ميه الصرف هنشوف بيوت عشان الناس ما تقولش احنا صورنا بيت واحد. كل البيوت هنا في القريه تحتها صرف صحي. عامل بير في قلب البيت من الميه اللي بتنزع من تحت البيت. طبعا الميه دي بتاثر على اساس البيت طبعا. كل يوم بنفحر بالطريقه دي وننضح ميه منها بالشكل ده كل يوم. نعمل ايه بقى اكتر من كده؟ وزهقنا وما فيش الا العزبتين دول في وسط الخطوط كلها. هي بنفس الطريقه دي يوميا نفضل ننضح مرجاوب في قلبنا. نعمل ايه بقى؟ ادي ميه من ضمن مش على الطبيعه. شوف ضربه الميه لما الجدار لغايه فين حته. ايوه يا حاج. كل يوم ننضح منها بالشكل ده وننضح عليه. ثلاث عزب دول معمول طبعا الريحه الموجوده ولا مجلس محلي راضي يجي لنا ولا اي حد راضي يجي لنا. مش عارف هم عاوزين مننا ايه المطلوب مننا مش عارفين. المكنه في طولنا ايه والمكنه في طولنا ايه، واحنا لغايه وقتنا هذا ما فيش عندنا اهو. ده خط فيه 7 8 بلاد قرى، فيه لا يقل عن 4 مكانات صرف. انا اللي هنزل اجيب منها. استنى بس خش يا عم صور. خش يا حاج صور جوه. بتصور يا محمد؟ لا يا باشا لا يا باشا ده حضرتك ميه صرف تحت البيت. ميه صرف والله. دي ميه صرف صح؟ تحت البيت. يا باشا الميه اللي بنشرب منها. ايوه لا تحفظ انا هتكتب انا هتكتب عشان اعرف من البيت بالظبط. دي ميه الصرف تحت موجوده تحت البيت. يعني البيوت احنا كلنا بيوتنا هنا. البيوت غير صالحه للاستعمال، ميه الشرب غير صالحه. والله العظيم بيوتنا كلها كده. ما دام البيوت هتقع علينا، البيوت هتقع علينا. العزبه دي عزبه المعدومين، مفيش اي مصلحه نهائي.
ولا محافظ على مهلك. اي روايه بتجينا هنا ولا بنشوف اي حد هنا. ولو دخلت جوه البلد هتتفرجي ازبل من كده مليون مره مليون مره. حضرتك في اسوأ من كده لو شفت جوه البلد مليون مره. مواسير اللي الدار ده هم لنا ميه، الدار ده اهي ده لنا ميه نفس الطريقه. كل بيوتنا انتهت. البلد بتاع السمل بتاعنا نقض اهو. تعالوا اهو فرغ اهو فرغ اهو من الصرف اهو اهو فين اهي ايه ده اهي دي كلها ميه كلها ميه. شوف الظلام ما نهارش نكلف نجيب شجرة اسمنت النهارده ما نهارش اجيب شجرة اسمنت واكلفها اكلف عيالي. ايوه انا احاول شوف كل اللي حيل على الناس بتوع الشعب ولا حد بيعبرنا خالص. دي ميه الصرف مش كده؟ دي مصرف؟ ده مصرف مش كده؟ من بلد داخله حضرتك ماشيه اهي. ايوه تخش على ميه الري اهي. شوفي شكل حضرتك دي ميه الري. دي ميه الري. دي بتروى دي ميه الري الارض الزراعيه. ودي ماسوره الميه. ودي ماسوره الميه المرشحه داخله برضه في قلب الترعه وفي قلب الزباله دي. يعني ادي الميه بتاع المرشح اهي ماشيه في قلب الترعه في قلب الزباله هنا اهي. وكم مره يجوا بتوع البيئه ويفحروا لنا محاضر ويجوا يقول لك هنرفع المواسير فوق. لا بيرفعهم ولا ميه. يعني بتوع البيئه بيجوا يعملوا لكم محاضر هنا. يعملوا محاضر ماشيين. بيعملوا لنا محاضر. يا ريت بيسيبونا على حل بيعملوا لنا محاضر. فعلا كانوا هيعملوا واحنا كلمناهم وقلنا لهم الناس مخنوقه وكانوا يعملوا فعلا وخدوا مجلس قالوا لنا مننا. لو عدتوا تبلغوا في اي حاجه هنعمل لكم محاضر. وصلنا مجلس المدينه وقلنا الناس ما قدامهاش منها. تهديد ده بقى ولا ايه؟ تهديد. والله ده اللي حصل. واحنا اتفقنا معهم ما قلناش مبلغين. هنعمل ايه يعني؟ اي مسؤول. حضرتك عندنا ما فيش منفذ الا كده اللي قدام الناس. ما فيش منفذ الا كده. الكوبري دوت من نهار الترعه ديت ما اتنشأت من قبل 52 قبل 52 قبل اول ما اتعملت الترعه. الكوبري ده معمول وبيخدم اهالي القريه كل الاراضي في البر الثاني ده. الناس ساكنه هنا واراضيهم غطانهم في البر الثاني بيعدوا الكوبري ده. الميه دي بتخدم كذا قريه غيركم؟ طبعا دي بتخدم اكتر من 20 30. يعني الميه اللي غير صالحه للاستعمال بتسقي كذا قريه غيركم؟ 20 بلد حوالي 20 بلد؟ 20 قريه؟ دي السكاو وعلى بحر والصوافين وعش لقاء وعزبة شورى وابو طه وابو غاز والهلالي والملعب وعزبة المكني والنجارين كل دول على دي الترعه طولها لا يقل عن من 10 ل 15 كيلو. زي ما انتم شفتوا معانا مشاهدينا الاعزاء المأساة اللي عايشين فيها اهالي قريه شكرف. الصرف الصحي في بيوتهم وتحت بيوتهم، البيوت كمان قايله للسقوط، كمان الميه الشرب داخل عليها الصرف الصحي، وكمان بيقولوا يا ريت نلاقي حتى الميه اللي هي كمان وحشه دي. البهايم كمان زي ما بيقولوا العلف بتاعها مسمم، ميه الصرف الصحي بيستقى منها الزرع والاراضي، يعني ما فيش حاجه صالحه للاستعمال هنا. طبعا واهالي القريه كمان مستكتين، بالعكس ده السيد مقدمين شكاوي للسيد الدكتور ابراهيم ريحان مستشار الوزير والمشرف على جهاز وبناء تنميه القريه. معلش اسمحوا لي بس ان انا اقرا لكم اسامي الشكاوي اللي راحه. وكيل اول وزاره السكرتير العام اداره اللجان والمؤتمرات، غير الفاكسات اللي مبعوثه لوزاره الاسكان ووزاره الري وكل ده. اصلا المنظر اللي احنا شايفينه كمان الريحه، وبنشتكي المرض بيجي لنا منين، بنعالج العرض واحنا سايبين السبب. بنناشد الساده المسؤولين ان هم ينظروا نظره شفقه لاهالي قريه شكرف. بشكركم اعزائي المشاهدين من برنامجكم مواطن مصري، كانت معكم سماح سعد. هذا البرنامج برعايه ورجعنا لكم بالتقرير وشفنا معاناة أهالي قرية شكرف التابعة لمركز ومدينة بلقاس. لازم يكون في تدخل من السيد رئيس مدينة بلقاس
وكمان محافظ الدقهلية. فين وزير التنمية المحلية لما يكون في قرية أهالي بيغرقوا في مياه الصرف الصحي، وكمان اختلطت مياه الشرب بمياه الصرف الصحي؟ ومعانا تقرير من محافظة الدقهلية من قرية البغدادي بسبب طريق الموت. هذه القرية انعدمت من الخدمات. نفس القرية تابعة لمركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية. فين محافظ الدقهلية؟ فين السيد رئيس مجلس المدينة؟ لازم يكون في تدخل من المسؤولين. الموضوع ده كبير، بلد انعدمت من الخدمات، ناس بتموت، الناس دي عايشة أحياء أموات. يا ريت المسؤول يتواصل معانا الآن. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. ما زلنا نرصد معكم كل وقائع الفساد وحالات الإهمال. النهاردة معانا حالة من حالات الإهمال بمحافظة الدقهلية، وهي إهمال رصف الطرق. الطريق اللي معانا النهاردة يعتبر المنفذ الرئيسي لدمياط وكفر الشيخ ومحافظة الدقهلية. مش بس كده، لا، ده ملتقى للجرائم والبلطجة والسرقة وحوادث كتير قوي، بيسموه طريق الموت. واحنا بصراحة استغثنا كتير وتوجهنا لاعضاء مجلس النواب. ما حدش بيعبرنا في اي حاجه نهائي. الطريق ده بيعتبر طريق الموت للمنطقه كلها. موتوسيكلات بتتاخد من اصحابها، مواشي بتتسرق من العربيات، قتل اخر جريمه كانت قايمه فيها ضرب امين شرطه بالسلاح. ورحنا لسياده المحافظ، سياده المحافظ ما يعرفش عننا اي حاجه. سياده المحافظ يا دوبك بيطلع على جمصه، انما ما يعرفش حاجه عن الارياف ولا عن القتل اللي بيحصل في الطرق الجانبيه. ده مش طريق جانبي. انا معايا المقايسه بتاعته طالع له 2,790,000. معايا موافقه الاهالي على الرصف، معايا موافقه الكهرباء ان الطريق كامل البنيه التحتيه، التليفونات كامل البنيه التحتيه، المياه والشرب كامل. الطريق ما بترصفش ليه؟ ما نعرفش. فيه تعنت من الساده المسؤولين، والسيد المحافظ ما تبصش للفلاح باي نظره. احنا الطريق ده هو بيعتبر طريق الموت للمنطقه كلها. من الساعه 8 الصبح موتوسيكلاتنا بتتسرق، بهايمنا بتتسرق، حاجاتنا كلها بتتسرق. الطريق ده المنفذ الرئيسي ل4 جمعيات زراعيه: جمعيه الثمار، جمعيه الملعب، جمعيه السبخويه، جمعيه ابو طه، وجمعيه الرمله. 5 جمعيات، لا يقل عن 50,000 فدان في المنطقه دي. ده الطريق الوحيد الرئيسي للمنفذ للطرق كلها، واللي بربط جميع الطرق: طريق كفور الغاب، طريق كفر السهرانه، طريق جمصه. ده الطريق الوحيد اللي بربط المنطقه به. ما بترصفش ليه؟ ادي المقايسه معانا. اعضاء مجلس النواب قالوا لنا هاتوا المقايسه ونرصفه لك. طلعت انا جبت المقايسه طالع 2,790,000. اخر حاجه ردوا عليا به ان انا اعلي التعليه على حسابي وارد الارض من الاهالي على حسابي، رغم انني معايا موافقه الاهالي على رد الطريق. طب انا اعمل على حسابي ده، اعلي واردم واركب مواسير، طب هم يرصفوا بايه؟ يبقى احنا نرصف على حسابنا. ومعانا برضو احد اهالي القريه. اهلا بحضرتك. انا السيد العجيزي من عزبه ابو غاز. اهلا بيك. تابعه للبغدادي. الطريق موصل لعنده، وطريق بيننا وبين الطريق الرئيسي كيلو وما بترصفش، وبنتسرق. وكم مره نجري ورا الحراميه في الاراضي، كمان الطرق مفججه بيجروا يستخبوا مننا في الاراضي. لو في طريق اسفلت ما يسجروش يجوا عليه. وفي العيد اللي فات الكبير ده هو اتسرق اكتر من 3 عربيات بهايم من على الطريق ده واتاخدوا، والعربيات اتاخدت ودفعنا فلوس وجبنا العربيات والبهايم راحت اصلا. وانا تاجر بهايم واتاخد مني بهايم ومن زمايلي بهايم 3 مرات قبل العيد باسبوع، وموجودين الناس اللي موجوده متاخد منها بهايم موجوده، ومبلغين المركز بارقام بطايق وما يعملوا لناش اي حاجه. لا محافظ بيسال عننا، ولا رئيس مجلس مدينه بلقاس بيسال عننا اللي هو رئيس المركز، ولا بتاع جميانه قريه بلقاس خامس بتسال عننا، ولا حد معبرنا خالص. وبيعتبر ال3 قريات اللي هو البغدادي وابو غازي والشراوي اللي مرتبطين بالطريق معدومين. ومعانا دلوقتي استاذ ثروت وكيل مدرسه البغدادي للتعليم الاساسي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عايزه حضرتك تستعرض دلوقتي للمشاهدين اللي بتشوفونا النهارده مشكله الطريق. ايه تعقيبك النهارده؟ والله حضرتك احنا عندنا في القريه عندنا اكتر من مصلحه حكوميه
كل المصالح الحكوميه اللي اقيمت في البلد كلها اقيمت بالجهود الذاتيه. عندنا مدرسه تعليم ثانوي فني، مدرسه التعليم الثانوي الفني بتجيب من النطاق الجغرافي للقريه ككل من مركز بالقاس لمدينه جمصه. جميع الطلبه اللي في المدرسه كلهم طلبه مغتربين. المصدر الطريق الرئيسي لهم الطريق بتاعنا اللي هو الوزير البغدادي الوصله الترابه. طبعا الطريق ده اكم من حوادث ومشاكل كتير حصلت عليه، كل يوم والتاني حادثه سرقه، كل يوم والتاني سرقات. اخر حادثه سجلت وظهرت ونزلت على النت والمحافظ خد علم بيها كان امين شرطه، وكان فيها ضرب نار والدنيا اتقلبت في الموضوع ده. مين اللي عمل كده؟ بلطجيه، الطريق مليان بلطجيه. احنا عندنا كلنا بعد المغرب اذان المغرب مباشره ممنوع منعا باتا حد يمشي على الطريق. والله بالنسبه لمشكله الطريق ده اصلا كان ادرك في الخطه سنه 1998 وبعض النواب خدوه وحطوه في اماكن تاني ورجعوا تاني. الطريق نزل في شهر 5 2016 ده هو، بس الميزانيه ما كانتش مكفيه. القريه دي الطريق ده بيخدم لا يقل عن 35-40 قريه، بتبدا من كفر الأطرش وبتنتهي بوزير. الطريق ده طريق حيوي وبيربط بين 3 طرق رئيسيه، طريق السعرانه وطريق كفر الغاب شربين كفر الغاب وطريق جمصة المنصور. وبعد ما شفنا مشاكل وهموم الناس وطريق الموت، بنرجو من كل الساده المسؤولين وبالاخص مسؤولي محافظه الدقهليه وجهات المسؤوله يكون في لجنه تقصي حقائق تتابع مع مجالس النواب والمجالس المحليه والجهات المسؤوله بالمحافظه. يا ريت نشوف وننظر لهموم الناس دي. كنا معاكم من قرية البغدادي محافظة الدقهلية. استنونا كل وقائع الفساد وملفات الإهمال. كنت معاكم دينا السعيد، برنامج مواطن مصري. معانا على الهاتف الأستاذ حسام نائب رئيس مركز مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية للرد والتعقيب على هذه المشكلة. أستاذ حسام أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا يا أستاذ بول. أهلا بحضرتك. إيه رد حضرتك على مشكلة قرية شقرف التابعة لمركز بلقاس ومشكلة قرية البغدادية؟ البغدادي مش البغدادية. البغدادي يا فندم، تمام. بالنسبة لقرية شقرف هما بيشتكوا إن في مية مخلوطة، مية صرف صحي المية الحلوة. احنا بعتنا المعمل وخد عينة من المية والعينة فيها سلبية ومفيش أي خط للمية. تمام. ده بالنسبه للشكوى الناس اللي في خط المايه دي والمايه. طيب والمنازل اللي هي بيشتكوا ان تم غرقها من مياه الصرف الصحي؟ انا بقول لحضرتك دلوقتي الناس دي كلها بتفرض صرف عشوائي. وكنا عملنا لهم كلهم محاضر بيئه. تمام. الناس جم لرئيس المدينه وخدوا وعد على نفسهم ان هم هيقننوا اوضاعهم ويصرفوا صرف ايجابي. يعني تم التواصل بالفعل من مركز مدينة بلقاس بالدقهلية. ايوه بالفعل. طيب بخصوص قرية البغدادي يا فندم وطريق الموت. ما احنا طريق البغدادي دي خطة. دي خطة الرأس بجزء رأس الخطة. تمام. اللي هي اتباعا خط 16 17 وخطة وقرية البغدادي تابعة للوحدة المحلية لقرية بلاد خالد. وانا كتبت قريه القريه عشان خطه الرأس السنه باذن الله. طيب يعني معنى ذلك ناخد وعد من حضرتك ان شاء الله بالتواصل لحل هذه المشكله وردود الافعال تكون على المواطن في قريه شقرف وقريه البغداد التابعه لمدينه بلقاس. الاهالي القرى دول اهالينا البغداد شقرف اي قريه من قرى مركز بلاد، احنا شغلتنا كلها الثار على رعايه الناس وحل مشاكلهم. وباذن الله احنا سهرانين برعايه السيد المحافظ حسام الدين امام محافظ الدقهليه وتوجيهاته وتعليمات رئيس المدينه اللي هو احمد رافض ان احنا مفيش قريه يكون فيها مشكله. انا بكلم حضرتك دلوقتي ورئيس المدينه بيوزع شقق تبع الأورمان جمعيه الأورمان في قرى الحديد والامل. طيب يا فندم شكرا للاستاذ حسام رئيس مركز نائب رئيس. حسام الدين صبرا مساعد رئيس مدينه بلاد درايم. بنشكر حضرتك يا استاذ حسام. واحنا سعداء بيكم وسعداء بالقناه وان شاء الله في المداخله اللي جايه
يعني مش هيبقى في مشاكل باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا. زي ما شفنا ده رد نائب رئيس مركز مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية على هذه المشكلة بخصوص قرية شقرف وقرية البغدادي المعدومين من الخدمات. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. هذا البرنامج برعاية وبكده يكون وصلنا إلى فقرة مستشارك القانوني اللي هيكون فيها معاكم المستشار أحمد حسونة صيام، هيتكلم فيها معاكم عن قانون الإيجار القديم. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، تحياتي لحضراتكم جميعا وأهلا بكم في فقرة جديدة من فقرات مستشارك القانوني من برنامج مواطن مصري على قناة الABC العربية. فأهلا وسهلا بحضراتكم. تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن قانون إيجار الأماكن الغير سكنية، وهو القانون رقم 6 لسنة 97. فهذا القانون الذي صار حوله جدلا واسعا وما صدر بأحكام بعدم الدستورية الخاص بالفقرة الثانية من المادة الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 77. وتحدثت مع حضراتكم في امتداد عقد الإيجار بالنسبة لورثة المستأجر الذي توفى. فهذا الامتداد قلنا إن هو بيسري لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثانية، ويهمنا في هذا الأمر أن نتحدث عمن هم يستحقون امتداد عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر. أقارب المستأجر من الدرجة الأولى وهو الأب والأم والابن والابنة، هؤلاء هم أقارب المستأجر من الدرجة الأولى. فإذا توفى المستأجر الذي يتأجر ورشة أو مصنع أو أي عين من العين المخصصة لغير أغراض السكنة، امتد إليهم مع عقد الإيجار بالنسبة لأفراد الورثة من الدرجة الأولى. وأفراد الورثة من الدرجة الثانية وهو ابن الابن وابن الابنة، دول أقارب المستأجر من حتى الدرجة الثانية. أيضا الجد والجدة لأب ولأم، وهم أيضا أقارب المستأجر وهم الورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية. الأخت والأخ لأبوين أو لأب أو لأم أيضا هم أقارب للمستأجر من الدرجة الثانية. طب لما نيجي بقى بالنسبة للعم أو الخال أو العم أو الخالة، هؤلاء هم أقارب للمستأجر من الدرجة الثالثة، ولا يسري عليهم الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاص بإيجار الأماكن الغير سكنية. طيب، اشترط القانون لاستمرار عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثانية أن يكونوا ورثة للمستأجر. فإذا لم يرثوا المستأجر لا ينطبق عليهم الامتداد القانوني. بمعنى إذا كان هناك أحد الورثة من الدرجة الأولى كالأب أو الأم أو الابن أو الابنة، وبالتالي ان دول بيحجبوا اعضاء الورثه الاقارب من الدرجه الثانيه فلا يرثوا. يبقى النهارده اللي هيستمر بالنسبه له عقد الايجار اصحاب الدرجه الاولى دول في البدايه. فاذا لم يجد احد ورثه من الدرجه الاولى امتد عقد الايجار لاقارب المستاجر من الدرجه الثانيه. بالنسبه للدرجه الثالثه لا يسري عليهم قانون الامتداد القانوني لعقد الايجار. هذا امر بالنسبه لورثه المستاجر الذين يستفيدون من امتداد عقد الايجار بالنسبه للاماكن الغير معده للسكن. وقلنا ان هذه الانشطه المختلفه التي حددها القانون
هي اللي بيسري عليها هذا القانون، وهو النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني والنشاط الحرفي. طيب هذا القانون في المادة الثالثة اللي هو القانون رقم 6 لسنة 97 في المادة الثالثة منه نص على زيادات خاصة بإيجار الأماكن المخصصة لغير أغراض السكن. هذه الزيادة هي زيادة قانونية حددها القانون، بمعنى أن هذه الأماكن التي كانت مؤجرة قبل العمل بهذا القانون لها قيمة إيجارية. طيب النهاردة هذا القانون جاء بتعديلات، هذه التعديلات أضافت زيادة قانونية للأماكن المؤجرة المستأجر ملزم بدفعها. الزيادات دي حددتها المادة الثالثة من هذا القانون، وهي على النحو التالي. لما هنيجي نتكلم حضرتك في الفقرة الثالثة هنقول ان هي تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنة المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع. رقم 1 8 أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 44. بمعنى لو أن هناك عين مؤجرة وهذه العين منشأة قبل أول يناير سنة 44 فتزداد القيمة الإيجارية لهذه العين بنسبة 8 أمثال تتضرب في 8. لو أن القيمة الإيجارية مثلا 2 جنيه يبقى مباشرة بموجب هذا التعديل الوارد على هذه الفقرة تزداد القيمة الإيجارية 2 جنيه ونضربها في 8 يبقى 16 جنيه. أيضا هذه الزيادة تستمر إلى أن تزداد بنسبة 10% زيادة سنوية دورية. 10% زيادة سنوية دورية يبقى 2 جنيه في 8 ب16 وبعد كده زيادة سنوية دورية 10%. طيب لو أن المكان المؤجر منشأ، هذا المكان المؤجر منشأ من أول يناير 44 وحتى 4 نوفمبر 61 بتزداد القيمة الإيجارية بنسبة 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المتخذة أساسا لربط الضريبة. طيب لو أن المكان المؤجر منشأ من 5 نوفمبر 61 وحتى 6 أكتوبر 73 تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 4 أمثال. القيمة الإيجارية لو 10 جنيه تتضرب في 4 وبعد كده بيسري عليها 10% أيضا بعد هذه الزيادة اللي هي 4 أمثال هنضيف 10% على القيمة الإيجارية. طيب لو أن المكان المؤجر منشأ من 7 أكتوبر 73 وحتى 9 سبتمبر 77 تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 3 أمثال الأجرة القانونية الحالية. طيب ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون. وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 97 وحتى 30 يناير 96 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد. وأشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله استكمالا في فقرات مستشارك القانوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا تقرير بخصوص عائلة المكاوي وأكبر تجمع عائلي على مستوى محافظات مصر بدوار العائلة الكبير بكرداسة بمحافظة الجيزة. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. يعني أنا سعداء اليوم الله أخواتنا يا عم يتعرفوا عليكم يا عم في بيت الإنساني سعيد هنستأذن بقى علشان الجماعة اللي مسافرين شوية دول. أتمنى إن دي تكون بداية وإن شاء الله بإذن الله تقرر الاجتماعات وهيكون في تضافر ومودة وصلة رحم ربنا كل سنة وانتم طيبين. عائلة كرداء عائلة مكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم عائلة المكاوي في كرداسة بنرحب بجميع أولاد العم جميع جمهورية مصر العربية وبنقول لهم يا مرحب بكم في كرداسة
ونورتونا، ويعتبر ده بيتكم الكبير، وفي اي وقت اهلا وسهلا بيكم، ويا ريت نتواصل على طول ونزور بعض برضه، بحيث ان احنا صلة الرحم تبقى موجوده بينا على طول باذن الله. دكتور عاطف المكاوي كفر الشيخ، جئت من كفر الشيخ من فرع عائله المكاوي لانقل تحياتهم لاصل عائله المكاوي بكرداسه حديثه. سعيد محمد المكاوي، جينا من القليوبيه عشان نتعرف على ونصل رحم اهلنا كرداسه، واتمنى من الله ان نستديم على تواصل واهلنا اللي لسه ما توصلوش معانا في الدوله. جينا عشان نجدد صلة الرحم، وجينا مسؤولين جدا في هذا الخط، لنا وصلت لسوريا. جينا تمديد هذا الدعوة الكريم، وإن شاء الله بإذن الله يكون على هذا إن شاء الله. حاج عبد الرئيس المكاوي الفيوم، نشكر الأستاذ محمد الحاج فيصل بيا، نشكر كرداسة مكاوي بكرداسة كله صغير وكبير. اللهم امين. ولكن اقول لكم انه عندما يعجبك اناس بطيب قلوبهم وحسن. في نهاية حلقتنا أرجو أن تكونوا قد استمتعتم زي ما شفتم. كان معانا تقارير من محافظة الدقهلية، وكان معانا رد المسؤول على المشكلة، وكان معانا فقرة للشباب الطموح بجامعة بنها، ويتم الآن التواصل مع المسؤولين ومع السيد عميد جامعة بنها لتصنيع هذا الجهاز بالفعل. شكرا وإلى اللقاء.